الشهيد هو القنديل الذي يضيء بجسده ليالينا المظلمة، وهو نسمة الربيع التي تنعش الأنفاس، الذي صنع من جسده خارطة لنا لنستدل بها إلى طريق الحرية. شهداؤنا هم تاريخنا نقتدي بهم، فهم رسموا لنا بشهادتهم مستقبلنا لنتعلم منهم معنى التضحية والوطنية وحب الأرض. فمن يريد الحرية والديمقراطية والإنسانية سوف يسير على الطريق الذي رسمه الشهداء. أهلا بكم مستمعينا ومتابعي صفحة دربيسية FM ببرنامج كانيين جياني، برنامج عن حياة الشهداء. هذه الحلقة عن حياة الشهيد أحمد القطيط. وثيقة الشهادة. الاسم والكنية أحمد القطيط. الاسم الحركي مظلوم درباسية. محل وتاريخ الولادة تل تشرين 1996. محل وتاريخ الاستشهاد 2015. الشهداء أثبتوا للعالم مدى ارتباطهم بأرضهم، وقدموا أمثلة عن التضحية والفداء، ووقفوا بصدورهم وأجسادهم في وجه الأعداء، وقدموا دماءهم فداء لهذه الأرض. شهداء روجافا ليسوا شهداء أبنائهم وعائلاتهم فقط، إنما هم أبناؤنا جميعا، نرفع رؤوسنا فخرا بهم، فهم ضحوا بدمائهم من أجل حريتنا، ونحن سائرون على دربهم، وهم من أوصلوا عدالة قضيتنا إلى العالم، وبفضلهم هزمنا الإرهاب. لكل عائلة في روجافا في شمال وشرق سوريا وكردستان تحت التراب أحبة، وكل شهدائنا هم أبناءنا، نفتخر بهم ونتخذ منهم نبراسا وشمسا للحرية تضيء ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. لمعرفة المزيد عن حياة الشهيد أحمد قمنا بزيارة أهله وأقاربه في قرية تل تشرين، تحدثوا لنا عن مسيرة حياته المدنية والعسكرية. أنا أم الشهيد مظلوم، اسمي ناجية إبراهيم. والله كان ابني يعني يوم يشوف وجدان الشعب، يوم أن العالم تموت بكوباني، شاف على التلفزيون قال يا أمي قلبي نار، شلون بدي أروح أحارب وقاعدة أشوف الأطفال يموتون. إذا راح والله سأل ابن جيراننا قال شلون بدي أتطوع، بدي أروح أقاتل مشان ما يجونا ويقتلون ولادنا وكبارنا. والله لما كان شاب يحب يجي حاله، يعني تاس غير شيء غير بهالدنيا، شوفوا طاير فرحان، يعني يحب يشتغل يعمر كل أي صنعة بيده، أي صنعة. يقول أحلى من عندنا بيت وسيارة، بيت يشد من الطين، إيش يعني إحنا مشغلات هاي. والحمد لله ما يزعج حدا، لو تقول له تعال عمر اللي يشيل هالبيت يشيله، ما يخاف، ما يخاف. يقول إيه نموت. والله أول ما جاني مازوني
صح شهيد نامر شهيد نامر هو. قلت لا يا ولد ليش تقول ايش؟ قال لا احنا كنا على الموت والله. حتى وجيراننا اللي كان يحكي معاكم كان اكثر شيء ترادد عليهم والله، ويجون يعني يهلون بيه ويحبونه يوم يصح شهيد نامر شهيد نامر. والحمد لله واني مفتخره والله، مو ابني شهيد والله مفتخره به، يعني شيء ما يتوصف والحمد لله. والله هو يعني ما يكره شيء. ايش اسوي يعني؟ يقول من ايدك يا امي ايش طيبات اكلاتك، يعني ما احب الا اكلاتك. يجي اسوي له تعرف انت يعني فروج محشي، يعني هالاكلات هاي يعني اكثر شيء زاد يحبها. شوي عصبي، كان عصبي وهيك الغلط ما يحبه، إذا كان اخلاقه شوي الله يجزاه. بعد ابوه ما مات يعني هو صار لهم ابو وام يعني من كل الاتجاهات. عاقل صار حباب والله، وحتى اخوانه مو صغار يشيلهم ويحبهم يشيلهم اثنين، يعني ايش قد فرحان لما يجي عليهم. لا مو مطغر الحمد لله يعني هو، بس بالحيل يعني هيك عقلان وصاير غير شيء يعني. وبعد ما انضم عليه بكي هيك صار يعني ما كان اولي عصبي بالبيت، بس بعد ما انضم صار يعني هادي حنون هيك بالحيل. والله تاثرت يعني وين رحت ادور له والله. رحت قالوا لي ابنك استشهد، قلت اريد اروح اشوف قطعته وين، اريد اروح اشوف مكانه. رحت دورت على راس العين بالمستشفيات ما شفته، ودورت هنا عند مكتب الشهداء ما شفته، بس قلبي كان يقول لي انه مستشهد. جيت قعدت يعني هم قالوا لي يعني بدات تبكي، بدات تضرب على حالها، يعني نار يعني من قلب الام تطلع والله، القلب نار. يعني ايش اريد اقول لك يعني هو شلون ابوه مو توفى، هو يعني صار ابو يعني يقول لي انت مرضانه ما تطلعين تشتغلين، هو يروح يشتغل ويجيب. هو يعني مربي اخوانه، هو ابنه الكبير بيته لحاله، ابنه الثاني بيروت، يعني هو مربى الاسره. يعني مفتخر يعني بشهادته يعني، وللابو قاد وجلال يعني مفتخر والله. عبد الجواد محمد اللواش، عم الشهيد مظلوم. والله ذكرياته كويسة، كلها حبابة محترمة، ما حدا ازعج حدا، وكل العالم تحبه، كلها جيرانها خيو يحترمونه ويحبونه، وما بي حدا يكرهه أبدا. وشاب كويس وحباب وعاقل ومحترم كلياتنا. وأنا من عمامه أنا أعرف إنه كل شيء يعني ما يدعم حدا، وأخلاقه عالية وأخلاقه جيدة وأخلاقه كويسة، ويحترم العالم والعالم تحترمه. درس للخامس للسادس وبطل، ما طول يعني للخامس للسادس وما طول. صنعته هو أحب شيء كان عنده، يقول أنا بدي أتعلم مصلحة العمارة، والعمارة هنا سبحان الله ما صار نصيب العمارة. أبوه الله يرحمه كان يعمر معمار، هنا ما صار. قام الزلمة كان مأول عنده أبوه حوالي 10 دواب 15 نعجة، يروح يطالع يعني يسرح بين ويرجع بين هو الشباب، وتعلمها خيو شغلة قصاص الغنم وقصاص غنم، ويشتغل للعالم تعرف انت بالأجرة. وبعدين خيو والله الحمد لله ما ازعج حدا، واخلاقه عاليه واخلاقه كويسه ومحترمه، ما هو على سمه حدا، كل اخلاقه كويسه ومحترم، ومبين الانسان المحترم يعني معروف من طبيعته معروف. وانا عمه عارف عنه كل شيء انه كويس، ما عنده بيها شيء الرجال، ولا يكره حدا ولا حدا يكرهه، الله يرحمه. هو كان زاد كويس
كلنا يا هالعالم يا أخي هنا بهالحارة نحبه ونحترمه. يوم يجي يا أخي يقول أنا اليوم جيت عسكري وجيت إجازة علالي، لنا الفخر نحن كلياتنا بيه. بل 2014 المعارك كان بوحدة منهن براس العين، واحدة منهن شرج القامشلي، هذن اثنين هذن اللي حضرهن. الشرج القامشلي جاء خيو ما الحمد لله جاء طيب ما بقول، بس يوم راح مغرب المعركة براس العين استشهد هناك. ونفتخر بالشهداء كلياتهم، مو بس ابننا، كل الشهداء نحن نفتخر بيهم ولينا رفعت الراس بيهم. والشهيد نمري. صديقي الرفيق مظلوم الله يرحمه. طبعا هو اسمه الحقيقي أحمد، أنا جيرانه من أيام الطفولة، صداقة أنا وهو. الله يرحمه. هو يعني أول ما تطوعنا أنا وهو تطوعنا مع قوات اليبكة. من قوات اليبكة أنا طلعت على قوات العسايش، قوات الأمن الداخلي. كان أكثر شيء يعني أول ما فات على اليبكة هو قبلي فات، أول ما فات على اليبكة هو اللي شجعني على اليبكة. طبعا قال لي فوت على اليبكة. أنا كنت بلبنان طبعا، اجيت صديقي هو أنا وياه من الطفولة. أول ما جيت شجعني على اليبكة، فات على اليبكة وقال روح أهم شيء روح الرفاقية عندهم، تفريقة ما عندهم، الصداقة يعني مثل الأخوة هنيك، يعني ما يحسسونك إنه أنت عسكري، كنا مثل الأخوة. وعيشني طبعا، حكى لي الحياة العسكرية كلها، يعني حسسني إنه أنا قاعد بيت أهلي. والله يرحمه يعني أكثر شيء كان يحب يدافع عن الشرف والعرض والناموس، يعني هو أكثر شيء كان شهم وقوي بهيك اشياء. يعني أول ما راح على اليبكة شجعني وقال هيك وهيك وهيك. بالنسبة للقوات اليبكة إنه روح رفاقية، يعني الضحكة واللعبة وحدة. أنا كمان شجعت معه، من أخذ كلامه ورحت على اليبكة كمان أنا هو. يعني فعلا روح رفاقية لا تتوصف، كانت مثل ما قال موجود، يعني روح رفاقية، الضحكة واللعبة والقعدة كلها مع بعض. يحب لما يقعدوا مثلا يعملوا لنا جيفين، الشباب يعملوا لنا اجتماعات، نقعد يحكوا فينا على القائد ابو او على سيستم القوى الامن الداخلي او اليبكي ولا الاخر. لما يحكوا عن السياسات كلام ساروك ابو كان ينبسط كثير، يعني هو اللي كان يترك كل شيء بايده. لما يقولوا في جيفين او في اجتماع بدروس كان يترك كل شيء بايده، يقول انا بدي اروح احضر اجتماع، اكيد في كلام للقائد ابو. كان يحب القتال، لما بيه قتال يعني صراحة يشجع ربعه واصدقائه، هو يشجعه لا تخافوا ما في شيء. كان يحب البروردات اكثر شيء، بروردات يقول وين في بروردة انا اروح عليه. طبعا كانوا هذيك الايام ما كانت في بروردات، كانوا يعملوا لنا بروردات بالنقط تبعنا. كان هو اكثر شيء يترك كل شيء بايده يقول بدي اعمل، يعني قد ما تعلمنا كما رحنا على برورده وشيء، لانه زياده العلم كويسه. هو يحب يتعلم اكثر، يعني قد ما كان في اجتماعات ولا كان في بروردات يحب يقعد فيهم ويتعلم فيهم. لهالسبب يعني صارت عنده شجاعه، يقول انا صحيح ما اعرف اقرا بس حافظ دروس تبع ساروك ابو، بكل ما اخذت جبينات واخذت اجتماعات. يعني انا عندي هواي اسمع كلامه حصرا، هواي اسمع انه كلام ساروك ابو، سياسته وكلامه وشجاعته. يعني نتشجع احنا لما نسمع كلامه على الكتب، نسمع كلامه نحن نتشجع به. ولهذا السبب يعني كذا مره قالوا نبعثك على الجبهات، نبعثك على حملات، ما يخاف، يقول انا اروح على الجبهات واروح على القتال، وين ما بدك روح اروح. انا كنت طالع حمله بدير الزور، اجينا طبعا حملتنا هي ايام هذيك ما كانت في حملات زياده، بس طلعنا مهمه 3 ايام ورجعنا. قالوا الرفيق احمد استشهد. طبعا سالنا بالنقط كيف استشهد، وقال والله قتال صار علينا هجوم من طرف اخر
ويعني حتى قالوا الدواعي جايين على حصن، على الحصن هاجمين النقطة تل خنزير اللي استشهد. يعني هالمنطقة ذيك اللي استشهد فيها. أنا علي الشيخ أحمد جاره للشهيد مظلوم. والله الشهيد مظلوم الله يرحمه يعني كان شاب محترم، وكان يعني شجاع وصاحب نخوة وهمة. يعني من يعني شاف الأحداث هيش أنا يعني فورا يعني كان يعني يريد ينضم لل يعني يقاتل المعتدين يعني. والله هو كان جارنا يعني شاب محترم وكويس، وراح يعني وكان يروح ويجي على عسكريته ويجي يحكي لنا يعني مبسوط ومكيف يعني مو متندم الله يرحمه. والله هو يعني كان صديق أولادي من جيله. والله يعني كان له ذكريات يعني معانا، يعني إذا نطلب منه شغلة فورا يعني يلبيها بدون يعني بدون أي تردد. وكان يروحون هم والولاد يسرحون بهالغنم يعني، وعنده هوايات يعني مثلا يحب تربية الطيور، لأنه شاف في خطر يعني على يعني وجودنا، على سكننا، على يعني وضعنا. فالواحد أي إنسان يعني بطبيعته بفطرته أنه لما يتعرض للاعتداء بده يعني يدافع يعني، وهذا شيء هذا الصح يعني. عرفت علي شلون؟ فيعني ما من شاف هالشيء هذا فورا بدون تردد يعني قام راح انضم. كان يعني فعلا كويس يعني بمعنى الكلمة. أنا واحد الناس أنا أحبه من قلب يعني. والله يعني لما سمعت الله يرحمه يعني تأثرت كثير. نقول والله هذا كردي وهذا آشوري وهذا عربي وهذا لا، احنا كلياتنا يعني تحت سقف الوطن يعني. عرفت؟ كنا ندافع سواء الآشوري والعربي. احنا أول يعني تعرضنا كلياتنا مع بعضنا، ما نقول هذا كردي وهذا عربي، بالعكس احنا أخوة يعني، احنا أخوة بالوطن. الشهادة يعني هي يعني لازم كل إنسان يطمح لها يعني. عرفت؟ لأنه هي أحسن شيء الشهادة يعني. عرفت؟ احنا لما يعني بأي شيء نقول اللهم ارزقنا الشهادة. لا احنا والله بفضل يعني انه اولادنا كلهم منتسبة من اليبكة، ومشان يدافعون عن اذا الله لا يسمح تعرضنا لشيء خطر انه يدافعون عنا يعني، يدافعون عن اهلهم، عن اعراضهم، عن بيوتهم، عن انفسهم، عن الكل يعني. وهذا واجب يعني، هذا واجبنا جميعا، مو بس انه الشباب، حتى الختائر يعني هذا واجبهم اللي يقدروا يقومون به يعني، كل واحد من موقعه يعني.
مظلوم، بالعكس يعني كان حلو معانا ما أزعجنا. يعني كنا نروح أنا وياه على البلد، يعني يحكي لي عنه هو يعني يحب الشغل يحب العمل، ما يحب وضع أهله ويضل هجدانه المادي، يعني يحب التطور، وراد يعني ينضم على اليابكة، وكان حباب يعني يحب الحياة، يحب الروح الرياضية، يعني يحب العمل، يحب أهله كثير يعني يحبني أنا بالنسبة لي يحبني أكثر شيء البنت. يجي يحكي لي يقول لي يسولف لي عن أوضاعنا، كان حساس زيادة عن اللزوم. يجي أنا يقول لي إذا ما أنت مرتاحة قولي لي، يسولف لي يحكي لي، يعني نقعد أنا نحكي كثير شغلات عن أوضاعي. يعني كان يصف معي أكثر يعني من الأخوات من الأخوة الثانية. كان يركض على الحمام يلعب، يحب اللعب كثير، يحب ممارسة الحياة، يعني يحب العمل، يحب يطلع مع أبوي يعمر معاه. تغير إنه وقام يحب يطلع مع أبوي يشتغل معاه يساعده، يحب العمار. كان يشوف الولاد شلون يعني ينضربون على التلفزيون يحضرهم، يشوف روناهي، يشوف الأوضاع يعني الولاد الصغار شلون ينقتلون. كان يصير عنده حماس. لما انضربت رأس العين تأثر بيها، كان أول بداية الأحداث يعني تأثر كثير. ولما تطلع المسيرة يركض عليها يسرع، يعني حضرها يقف قدام السيارات يأشرلهم بديهم وجدان، يعني شوفينه بس يريد له لهفة يعني يطلع عليها. لقيت على أهلي بالهاتف ويقولون أحمد استشهد. تأثرت يعني إنه راح مني، ولي فخر يعني إنه استشهد، يعني صار شهيد نامريه، يعني لي الفخر بيه. مستمعينا الكرام، نشكر أهل الشهيد وأقارب الشهيد أحمد، ونشكركم على متابعتكم لنا. هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج كانيين جياني عن حياة الشهداء. إلى اللقاء في حلقة جديدة، دمتم سالمين.